شايفين؟ بصوا سردينة جميلة اهي. حد يصدق بذمتكم ان السردينة دي مجمدات من بتاع اسماك المجمدات اللي هم بيبيعوا السمك بقى، الشخورة والبلاميطة والكلام ده. انا طبعا معرفش البلاميطة والشخورة اسمها ايه في المحافظات التانية، لكن احنا عندنا في اسكندرية هنا بنقوله كده. وده كمان سردينة بصوا. تعرفي السردينة الطازة هي مجمدة بس السردينة الطازة طبعا انا غسلاه. السردينة الطازة تعرفيها من ديلها كده، لما يكون الديل كده سليم وناشف وجميل والسمكية ماسكة نفسها كده وحلوة. طبيعي الأسماك المجمدة في الشتاء عموما بتبقى جميلة بصراحة عكس الصيف. وأنا شطفته كده بشوية مية وهنملحوه بقى ونخللوه كده مع بعض، وهوريكم تمليحه خطوة بخطوة. وطبعا بما اننا احنا مش في موسم السردين، لان موسم السردين عندنا مش بيبقى ده اوانه، يعني احنا يعني لسه في شهر 2، فما فيش قدامنا غير السردينة دي. ومش غالي، هو ب50 جنيه بس. وان شاء الله هنملحوه مع بعض كده وهعمل. انا نقلته هنا في مصفى بعد ما شطفته كويس وحطيت تحتيه حاجه، وهنرش عليه شويه ملح خشن او ملح صخر زي ما بيقولوا عليه، يعني لازم يكون ملح خشن. وهنركنوه بقى كده يعني ساعه ولا 2 ينزل بس الدم اللي فيه والميه اللي فيه والحاجات دي. شويه ملح خشن برضه اهو، ومعلقه كركم ومعلقه شطه صغيرين، وكم ورقه لورا كده علشان طبعا لو في زفاره ولا حاجه. خلاص كده هو عدى عليه ساعتين. بصوا بقى الدم والميه اللي نزلوا منه اهو. ده كده بطرمان نضيف وناشف. ادي حطيناه بالطول اهو في العلبه دي، وهنحط كده هنا كيس كده بتاع اللبن ده، وهنروح مغطينه كويس. بصوا انا عايزه اقول لكم اللي انا حطيت له شويه زيت من فوق الوش قبل ما اقفل عليه. وطبعا بقى كل يومين 3 كده، يعني هو هياخد يعني معانا كده بتاع 10 ايام، لان احنا الدنيا ساقعه جدا. كل يوم بقى تعمليه حبه تقلبيه كده وحبه تقلبيه كده. خلاص عشان يستوى طبعا كويس. هنشيله بقى كده في مكان دافي، يعني يا ريت يكون في المطبخ. وزي ما قلت لكم ان احنا هنقلبوه بالبطرمان كده، ننقل دي تحت كده، ننقل دي فوق، نجيبه بالجنب ده كده، نجيبه كده زي ما بنعمله في الفسيخ بالظبط. بس الفسيخ طبعا بنبقى حاطينه في اكياس نايله. بعد 10 ايام السردين اللي احنا عملناه سوا اهو، هنفتحه بقى كده عليه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم.
نقشره بقى كده واحده مع بعض، ننضفه كده واحده مع بعض. احنا بنشيل الراس كده. قشريها كده. طبعا لما بتقشريها كده تشطفيها كده شطفه خفيفه تحت. بصوا مستوي وجميل جدا. السلسله بتاعته بتطلع اهي بالشوك بكله، الشوك اللي في الجناب بكله اهو. طبعا بيتقال ان السردين المجمد ده الكبير ده بيبقى كله شوك، هو فعلا بيبقى كله شوك لما بتيجي تقليه او نضفنا بقى طبق كده بالشكل ده. طبعا انا ما عملتهوش كله عشان هو هيبقى كتير علينا. واجي حبة زيت اهو، شوية زيت نباتي حلو كده. زي ما قلت لكم ان انا اول مره اعمل املح السردين اللي هو المجمد ده. بس بصراحه طلع جميل. انا كنت بعمل البلدي بتاعنا ده، نجيبه مثلا من ابو قير، نجيبه من الماكس، فبيبقى طبعا البلدي جميل برضو. بس هو ده مش الموسم بتاعه يعني. واول مره اعمل ده بس والله جميل. طالع زي النشوءه كده، وطالع بقى جميل، ولا هو حادق ينحر كده على القلب، ولا هو ناشف ولا اي حاجه. طلع في منتهى الجميل. هاتوه واعملوه ومش مش غالي. هو رخيص يعني، ده ب50 جنيه بس زي ما قلت لكم قبل كده. وكمان كبير كده وكله لحم، هيعجبكم جدا والله. وطعمه في منتهى الجمال. بس انتي اقفلي عليه كويس عشان ما يخسرش منك. وكل يوم قلبيه زي ما قلت لك اهو. ده كده بعد ما خرج، بعد 10 ايام بعد ما خرجته من البطرمان بتاعه. يا رب بقى كده يعجبكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير. ويا ريت اللي لسه ما نورنيش في قناتي ينورني باشتراكه. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم وكومنت حلو منكم كده عشان اعرف يعني عجبكم ولا لا. واعملوه وقولوا لي رأيكم.
يا رب يعجبكم واسيبكم في رعاية الله وامنه. مع السلامة.